من منا لم يزر القصبة أو يسمع بقصر عجيب يدعى قصر خداوج العمياء؟ قصر يحمل بين جدرانه حكاية قديمة غامضة. فمن هذه الفتاة التي أحبها الجميع ثم أصبحت تعرف باسم خداوج العمياء؟ فلنعرف معا سر القصة. في القرن 16 للميلاد، في حي القصبة العتيق بمدينة الجزائر، كان يعيش قائد في الأسطول البحري يحب بناته كثيراً، وكانت ابنته الصغرى خديجة أحبهن إلى قلبه، فكان يدللها ويناديها خداوج. كانت فتاة فاتنة الجمال يضيء وجهها كالبدر، وتزداد أناقة كلما لبست من الحلي والهدايا التي يقدمها لها والدها. وكانت تحب الزينة والكحل، فتضع الكحل في عينيها كثيراً ليلاً ونهاراً، وتتفنن في التزين والتجمل أمام المرآة. وفي يوم من الأيام عاد والدها من إحدى رحلاته البحرية الطويلة، وأهداها مرآة ثمينة مرصعة بالأحجار الكريمة. فرحت خداوج بها كثيراً، وأصبحت لا تفارقها أبداً، تنظر في وجهها كل يوم، تمشط شعرها وتكحل عينيها مراراً وتكراراً، معجبة بجمالها الفاتن. ولكن ذات صباح استيقظت خداوج ولم تعد ترى شيئاً. لقد فقدت بصرها وأصبحت عمياء. حزن والدها حزناً شديداً، وجلب لها الأطباء والحكماء، ولكن دون جدوى. فخاف عليها بعد وفاته، فبنى لها قصراً فخماً لتعيش فيه بأمان، وملأه بالخدم والجواري ليعتنوا بها. وظلت خداوج تعيش فيه حتى توفيت، وبقي القصر شاهداً على قصتها، يعرف اليوم باسم قصر خداوج العمياء، ويعد من أجمل وأقدم القصور في القصبة. يزوره الناس من داخل الجزائر وخارجها ليتعرفوا على حكاية الفتاة الجميلة التي أعماها جمالها وكحلها.